خلصت وسألتونا عليها واحنا قعدنا ندور عليها وكل الناس كانت عايزاها الليبرتي 4 الان سي. للاسف كميه قليله جدا جدا، اللون الاسود، اللون الازرق، وممكن نجيب اللون الابيض، ومواصفات جامده جدا جدا بسعر 3000 جنيه. تعالوا نشوف سوا. اولا البطاريه بتشتغل معاك السماعات 10 ساعات، البوكس 50 ساعه. عندك ENC2. السماعه دي فيها خاصيه انك تعرف تربطها على موبايلين في نفس الوقت، تستقبل مكالمات من موبايلين في نفس الوقت، وكلام طبعا تستخدم واحد منهم، ولكن مسكت ده تعرف تشتغل عليها بشكل كويس جدا. ايهما تفضل يا صديقي؟ قول لي اللون اللي عاجبك وهقول لك مواصفات جامده جدا دلوقتي بشكل اظن ان هو هيكون مختلف. طبعا هي فيها تكايه تروح داس كده هتفتح، وفي ليد هنا، في ليدات من الجنب وفي ليدات من جوه. هات كده احسن. وده اللون الاسود، اللون الابيض بتاعها برده جميل جدا، الاثنين افخم من بعض. بص شكل السماعه، ده الشكل بتاع الديزاين. مخرجك تايب سي. هقول لك المواصفات دلوقتي وهتنبهر علشان في كام تكايه في هذه السماعه. ماشي. اول حاجه السماعه دي بتشتغل على موبايلين في نفس الوقت، يعني انت تقدر تربط دي موبايلين وتسمع من اي واحد فيهم او تشغل المايك باي واحد. السماعات فيها 6 مايكات. ماشي. عندك 6 مايكات، وال6 مايكات مزودين بخواص عزل من انكر. طبعا انكر براند طبعا بنحترمه جدا، هو براند امريكي ومن اوائل الناس في الصوتيات. عندك خاصيه اسمها ENC2 Adaptive Noise Cancellation 2. هيبقى عندك حوالي 3 اوضاع من عزل الموسيقى. تحط سماعات في ودنك لو انت في مكان فيه ضجيج، في قطر، في طياره، كلام من ده، تلاقي كل الكلام ده بدوسات او من خلال الابلكيشن طبعا بتاع ساوند ديكور. هتسطبه تلاقي كاستمايزيشن زي ما انت عايز. تمام. تقدر تخصص نوع العزل بتاع الموسيقى عشان خاطر الضوضاء او ما الى ذلك. تكنولوجيا الصوت اللي في السماعات ماشي 11 نانو، ده معناه انك هتاخد صوت جامد جدا. كل ما الرقم ده يعني بيقل شويه بيبقى افضل ليك. عندك بقى حاجه اسمها هيرال اي دي 2. هو نوع من انواع ان هو بيشوف الذبذبه اللي تبقى متناسبه معاك اللي ما تضرش ودنك. دي حاجه كده تكنولوجيا عاملينها علشان تاخد صوت عالي من غير ما يطلع ترددات تضايقك وتسبب لك صداع، ودي حاجه بتحصل. السماعات بتقعد معاك لمده 10 ساعات، والبوكس بيقعد معاك 50 ساعه. صباح الفل. انت يعني هتشحن بقى كل شهر بالمعايير. عندك ليدات هنا كده اول ما بتيجي تقفل هتلاقيها، ليد كده هنا اول ما بتيجي تقفل هتلاقيه. ماشي. وبعدين في ليدات من جوه لما بنشيل الاستيكرات بتاعه البروتكشن هتلاقيها بتخش معاك من جوه. شكل السماعه طبعا طبيه بما تعنيه الكلمه. هنفتح البوكس نشوف المحتوى دلوقتي. ده اللون الاسود اجمد من الجمدان. اللون الازرق جامد جدا. خلينا اجيب لك السماعتين جنب بعض عشان تشوف الشكل. وطبعا علامه الدي بتاعه ساوند كور. مخرج الشاحن بتاعك تايب سي. من السماعات اللي فعليا يعني قعدتوا تسالون عليها وقعدنا ندور عليها بقالنا اكتر من 8 شهور، وسعرها كان عدى 3000 جنيه كتير ب 2990 اللونين دول. وقد نجيب اللون الابيض شويه، وان كان الالوان الداكنه بتبقى افضل في الايد شويه. عشان ايه؟ لو انت لاحظت الديزاين هنا هتلاقيه اند سكراتش. خد بالك في حته لمعه كده مهم انها توصل لك، فما اظنش ان تبقى في اللون الابيض حلوه معاك. ممكن تبقى بتتوسخ سيك مط. ان هو مط مش لميع. يعني سماعات المط بتبقى بتتوسخ في الايد شويه. اللونين زي ما همت، كميه قليله جدا 2990 للناس اللي كانت بتدور عليها. ودايما ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم. صباحكم